ما بس حكيت لكم بالدرس السابق، وحده قالت لي شيخ بدي اعطيك بنتي، قلت لها انا متزوج. قالت لي شو بيمنع يعني وحده ثانيه؟ ما انتم المشايخ بتاخذوا على طول تنتين وثلاثه، منين طالع الصيت علينا ولا ما بعرف. قالت لي بس اقول لك شغله عنها، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ترقص ساعتين ما بتعب. نعم، شو بدي فيها ترقص؟ انا فكرت على حتقول لي انه عندها قيام ليل، عندها صيام نهار، عندها اوراد، عندها اذكار، هيك فكرت. فكل انسان بدور عليه مثل حكايته. يعني هلا هي نعم ترضي ناس مثل حكايتها تكون، وطالبة العلم ترضي ناس مثل حكايتها، نفس المشرب. فالخاطب يبصر المخطوبة بس بيشوف وجهها وكفيها بس، وبتقعد شوية نعم مشان يشوف حديثها. يعني مثلا إذا بتأتي، إذا بتفقفي قومي مشي، نعم. يعني كلامها يعني أو إدراكاتها تعبانة. بتلاقي المرأة سبحان الله نعم متى ما كبروا أولادها نعم، يعني إن شاء الله ما تسمعني المرأة بالدرس، المرأة بس يكبر أولادها تتحيون، ما عاد تطيع. نعم ما عاد تطيع. ليش؟ بتشد ظهرها بأولادها. نعم. شو بيقول لك الولد؟ يابا أمي، يابا مشان الله أمي يابا. لك مالك شايفة أمك فايتة ب60 حيط؟ لك يابا أمي فايتة بالحيط، بس أمي تكسر خاطرها بتكسر خاطرنا، بتبكيها والله بتزعلنا. طول بالك عليها، يرحم أهلك، يرحم جدودك، طول بالك عليها. بيدافعوا عنها على أي شيء بتساويه، بيدافعوا عنها. نعم. كان عندنا بالحي واحد عنده 4 نسوان، عنده 36 ولد لما اجى سكن عنا. عنده بعدين بين ولد وولد الولد وولد البنت 400 ولد. ممنوع يتشاجروا مع حدا، لانه اذا حدا هجم عليهم بياكلوه بلا ملح. فعنده 4 نسوان، وعنده وحده 16 سنه بنت. زوج اخته مبادله وحطها عنده، ولا شيخ افتى له انه بيصح انه يكون عنده 5. يوم بفوت على البيت لك زدت الابره تسمع رنتها. انا عندي مره واحده و5 اولاد، فوت على البيت بزت طبق غسيل ما بسمع صوته. بفوتوا من الغرفه راكدين ورا بعضهم، بيطلعوا راكدين ورا بعضهم. عيوني بيقلبوا مثل عداد الكاسيه. نعم. وبيتموا ماشيين. يا اخي الزواج حظوظ، بدك الدغري. الزواج عندنا بجامع الشيخ محي الدين بالقراءه ما في مثل حكايته بنوب، يعني بالقراءه لا قبله ولا بعده. فحب انه وشافعي المذهب، حب يطوف حول الكعبه على مذهب الامام الشافعي. نعم حط ايديه تحت باطه هيك مشان ما يدقوا ولا بامراه، وحط راسه بالارض وبلش يطوف. 6 أشواط طاف. الشوط السابع لسه ما بلش فيه، اجت امراه مصريه قالت له يستعد لي هاللحيه ما احلاها، وناقشته بوسه للشيخ، وطار الطواف وطار الشيخ. هذول يعني الناس على دروشه. والله انا مره واحده باستني نعم بسوق الجمعه، ما توقعت تبوسني، لانه نعم مو ثقافتنا مو ديننا، يعني ما في بالعاده النساء تبوس رجال بالشارع. يعني قالت لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام. قربت فكرتها بدها تشاوشني. ويسعدك ربي. شعر راسي وقف على حيله، وبلشت الناس بالشارع يضحكوا. شو شيخ؟ قالوا لي شو خير ان شاء الله، شو ها؟ لا. فكانت هالمرأة هي نعم واجعين له راسه للشيخ، زوجته وامه. فقال له لزوجته تعي اقول لك يا مرأة، هي ليرة ذهب، رح اعمل حالي اني عم قلت لك. قفل الباب وجاب خيزراني نزل ضرب على التخت. وليه؟ لك انا عندي امي غير شكل، والله اذا ما بتطيعيها قاعده عندي مالك لكسر راسك. هذيك امهم برا، افتح مشان الله يا ولدي، افتح يا شيخ، ما بيجوز لك من الله اضربها، هلا بدي كسر راسها يا امي. كسروا عليه الباب وفاتوا وخلصوها، قال على اساس من بين ايديه. عاد كل ما تعمل الكنه فصل خايس شو تقول لها حماتها؟ يعني بدي له لجوزك بده يرجع يقتلك، عدي عقلي احسن لك. وعدي لا اكلك اخذي ليره ذهب هي. فبده يكون الانسان عنده حكمه، دس مفصل حط حكمه.